قالت لجاي احنا غريبين عن بعض وانت مش ابن عمي، انت ممثل واسمك جاي. ومون مع الجدة وقال لها انه مش شمال ومستني حد، وابوه قال له يبقى يزور الساحل ده، وحكت له عن حفيدها اللي فضلت تستناه فترة كبيرة وانها فرحت لما شافته وانه شخص طيب ومحترم. ومون قال لها ابويا رغم انه كان مفتقد امه لكن لما قابلها في الزيارة هنا وانه بدل ما يسند عليها بدأ يلومها، والجدة بتعيط وتفتكر زمان. وسيون قالت لجاي الصحفي اللي هنا صورك وعايز يعمل مقال عنك على اساس انك ابن عم، تعرف لو اتنشر صورتك هيبقى وضعك عامل ازاي وانت منتحل شخصية حد تاني. جاي بيعتذر لها، قالت له لما كنت لطيف معايا واللحظات الجميلة والسعيدة ده كان كله تمثيل. قال لها سواء كنت الممثل جاي او الحفيد مون اللحظات اللي عشناها كانت حقيقية. والجدة بتروح لحديقة الفندق وتفتكر كلام مون، وسيون جات لها والجدة قالت لها ايه رأيك في مون؟ قالت لها كنا قلقانين منه في البداية بس هو رائع وعرفناه مع الأيام. الجدة قالت لها أول لما شافته اتفاجئت لأنه شكل جده بالظبط. وسيون بتستغرب وقالت لها أنت واثقة إنه شكله؟ قالت لها ده كأنه هو، لما شفته افتكرت إنه رجع من الموت، بس بما إنه جده فطبيعي يبقى حفيده شكله. وسيون مستغربة. بالليل جاي جالهم وجون ويون مستنيه، وسيون دخلت وراه ويون قعدت تسرح بيها وتقول لها وانا في الصين كنت بروح واجي وكنا بنعاني وعاملة دور مرات الحفيد. وجون بيطبل ويأكد على كلامها. جاي قال لهم احنا اتقفشنا يا جماعة خلاص. ويون من الصدمة اتحجرت وسيون بتتعرف على اسمها الحقيقي. وسيون قالت لهم هتفضلوا زي ما انتم وهنتقابل بره نتفق هنعمل ايه. وشكرت جون انه فكر يخلي الجدة سعيدة في اخر ايامها. الصبح الجدة بتتخيل شكل حفيدها الحقيقي وبتكون مستغربة. وجاي قال لها احنا خارجين نتفسح وبيبقوا في المرسم. وجون قال لها كل حاجة وقال لها قريبكم الحقيقي هنا في الجنوب دلوقتي، وبارك اخوك يعرف بس عامل نفسه من بنها. يون قالت له هو بيخطط لحاجه لان الطبيعي لو عرف كان يفضحنا على طول. سيون قالت واحنا هنعمل زيه ولا كاننا لاحظنا اي حاجه ولا نعرف اي حاجه. يون وجاي شافوا صوره الجده وجنبها شاب وسيم وبيسالوا مين ده. قالت لهم ده جون، ودي ايام لما كان لسه صغير. جاي قال لها ازاي عمل حادثه ولا ايه اللي حصل طيب، وجون يجي من وراه ويتخض. وجون قال لهم انه كان بتاع مشاكل وعمل مشكله في الفندق، والجده انقذته وعينته في الفندق يشتغل مقابل انقاذها لحياته، وكان في مزه معجبه بيه. وبعد شهر اعطته الراتب وقالت له دي فلوس تستحقها فعلا بسبب شغلك، انت من النهارده المدير جون. وبعدها تصوروا الصوره دي ويوم بتسال عن المزه. سيون قالت لها دي العمه سوك ودي اللي بتخدمهم في البيت. وجاي بيقول جميله ولسه جميله. جون قال له رايك مختلف عن صورتي. قال له منطقي تكون هي جميله، انما شوف انت شكلك عامل ازاي دلوقتي، في اختلاف كبير. وهم داخلين البيت اتقابلوا مع بارك وجاي ويون كانوا هيجروا. وسيون بتتكلم عادي وقالت انها كانت مع ابن عمها ومهتميه تعرفوا كل حاجه في البلد. بعدها جاي قال لها انت ممثله رائعه. ويون بتبعت لسيون بيانات باسهم الفندق واتقابلت معاها. ويون قالت لها ان امها المحاميه بتاعت بارك، وزي ما انت علاقتك باخوكي مش حلوه انا علاقتي كده مع امي. والجده قاعده لوحدها ومون بيشوفها وجاي يجي ويهزر معاها. بعدها دونج قال للجاي انه يعرف حقيقته ويخلي باله من تصرفاته، وقال له خد الهدوم دي واغسلها. جاي قال له الجواز بالطريقه دي ملوش اي لازمه ودي نصيحه مني. ودونج بيعرف جون انه عرف كل حاجه وانه قلقان منه لانه شخص غريب وقريب من سيون. قال له ما تقلقش ده تمثيل ومتفقين على كل حاجه ومساله وقت وهيختفي. ويون بتبقى محضره لخروج علشان جي. وبارك قال ليون انه يعرف كل حاجه. قالت له ليه مش ظاهر انك تعرف كل حاجه، وانها عامله الخروجه دي علشان مراته. وبيلعبوا جولف وبيغلبوا زميلتها اللي بتتنك عليها. وكمان يون كانت متفقه مع واحده صاحبه الست دي وفضحتها وقالت انها لا اتعلمت في امريكا ولا اي كلام من ده، وانها بتحب تتفشخر في الفاضي قدام الناس. ومون بيتقابل مع تاجر المخدرات وقال له عرفت حقيقتك، انت قاتل اكتر من 10 مرات ووصلت لهنا بمساعدتي كمان، وانت هنا علشان فلوس ورثك وعايز تعمل عمليه لمراتك، هات الفلوس وتعالى. وسيون بتتفق مع دونج على الجواز. ويون بتحب جاي ومش عارفه تعبر عن حبها. والصبح الصحفي نشر الاخبار عن جواز دونج وسيون. وبارك بيكلم الصحفي وقال له احبسك، ما كتبتش اللي قلت لك عليه ليه؟ قال له انتم عيله انا ماليش دعوه باللي يخصكم. وبيتصل بتي وقال له هنتحرك قريب. وجيو مع يون وقال لها من وقت ما جيتي هنا والبيت سعيد، والجده كمان اول مره اشوفها بتغني، لو كنت جيت لنا من بدري كانت حياتنا هتبقى مختلفه كتير. ويون بتتفق مع جي يعملوا حفلة صغيرة للجدة. ويون عملت لها ايديها وقالت لها ده الربيع والصيف والخريف والشتاء، وبتمنى يا جدتي تعيشي معانا سنين كتير. وقالت انها اتعلمت الميك اب لما كانت في الصين. قالت لها انا ما قربتش منك وما اعرفش عنك حاجات كتير، عايزين نبقى نتكلم اكتر. ويون قلقانة. وسيون بتيجي وتعمل لها ماسك وبيقضوا وقت جميل.
سيون لما عرفت ان فكرة الحفلة دي من يون شكرتها، والجدة بتبص لصورة مون وهو صغير وقالت افتكرت ان مستنياك لكن انت اللي كنت مستنيني، وشكل احساسها بيقول لها ان اللي كان معاها في الكافيه حفيدها. ومون في مكانه بيزعق ومتضايق، وكان هناك دونج ويقف ويتكلم معاه، واخد رقم بارك منه وكلمه، وراح لتي وقال له هنتقابل مع بارك. وجاي شاف المقال عن سيون ودونج وبيروح لسيون وقال لها انت قلتي مش هتتجوزيه، عملت كده ليه؟ قالت له انا محتاجه له، وان كل ده بسببه لانه طلع ابن عمه مزيف، وانها مش عايزه الفندق يتباع لانه حاجه مهمه بالنسبه لها، وقالت له انه بالنسبه لها حياتها وده قرارها ومش عايزه تسمع انتقاد من حد. وبعدها بيتكلم دونج وجاي حزين ويفتكر لما كانوا مع بعض في مطعم بعد ما عرفت انه ممثل وكانت عايزه تقول حاجه ورجعت في رايها. ودونج بيقابل الجدة وقال انه قلقان انها ترفضه، قالت له قلت لك قبل كده اني مش رافضاك. سيون كان رأيها كده وانت شخص مش قادر تفهم حد رغم انك ذكي، وكان هيبقى كويس لو اتعلمت ازاي تكسب قلب شخص. وبارك قال لمون انه هيشتري منه اسهمه في الفندق علشان بيكره الفندق ده وعايزه يتباع، وان سيون اخته مش عايزه الفندق يتباع. مون قال له اعمل اللي انت عايزه، انا كمان مش بحب الفندق ده. ودونج قال لبارك انت لقيت الحفيد الحقيقي علشان كده مش عايز الاسهم بتاعتي خلاص. وسنيت السيف، بس خلي بالك كل ما السيف كان حامي جرحك هيبقى كبير لما تفقد السيطرة عليه. بالليل جاي قال لسيون انت بتعملي ايه؟ انا مش عاجبني اللي انت بتعمليه ده، تتجوزي من واحد مش عايزاه ازاي؟ قالت له الموضوع انتهى. قال لها انا معجب بيكي. قالت له انا كمان معجبة بيك. ويون سمعت كل حاجة.